سؤال اتكرر لي كتير قوي على الخاص من كذا متابعة. بصي يا ستي، هو طبيعي يحصل في المنطقة دي هرش حتى لو ما كانش عندك افرازات او التهابات بكتيرية او فطرية، عشان كذا سبب. اول سبب ان المنطقة دي بتبقى مليانة بالاوعية الدموية نتيجة زيادة تدفق الدم والتغيرات الهرمونية اللي بتحصل في جسمك في اول الحمل. عشان كده المنطقة دي بتكون اكتر حساسية واكتر عرضة للتهيج، فمع الرطوبة والعرق والافرازات الطبيعية بيحصل تهيج في المنطقة دي مع الجلد. كمان في سبب تاني عايز اقولك عليه، الغسولات المهبلية اللي باستمرار اللي هي بتبقى فيها مواد كيماوية وصابون، ومع الملابس الداخلية لو ما كانتش قطن، دي برضو بتعمل تهيج في المنطقة دي. وخصوصا إذا كانت الملابس الداخلية مغسولة بمعطر ملابس، ده برضو بيبقى مواد كيماوية فبيعمل احتكاك في المنطقة دي. وانت لو كنت لسه عاملة من قريب إزالة للشعر المنطقة دي بمادة كيماوية، ده بياخد فترة طويلة وهو مهيج الجلد عندك. طب ايه حله بقى؟ احنا نلطف ونرطب المنطقة دي، وللوقاية منها اللي انت لما تيجي الشطافي بمية دافية من غير اي حاجة فيها، ما تستعمليش اي غسولات. نشفي بفوطة قطنية ونشفي بطريقة الطبطبة، ما تعمليش احتكاك. ولو لقيتش ان المنطقة متهيجة قوي او حاسة بحرقان بيها جامد قوي، ممكن تعملي كمادات مية باردة، تحطيش تلج مباشرة، مية باردة بس. طب للأسف أنا دلوقتي خلاص عندي المنطقة دي ملتهبة وعندي فيها مشكلة، أعمل إيه؟ عندك حل كويس قوي، هتحطي مرهم سودو كريم، ده مرطب ملطف كويس جدا، أو زنك أوكسايد. الاتنين دول آمنين جدا في الحمل، وتقدري انت تستعمليهم من غير أي قلق أو توتر. ده بيلطف جدا المنطقة وبيخلصك وبيريحك من التهيج ده، لأنه بيعمل طبقة حماية، بيحمي الجلد ده من العوامل الخارجية مثلا زي الاحتكاك مع الملابس. لكن لو في جفاف في المنطقة دي ففي كريمات مرطبة بدون عطور، دي برضو كويسة جدا زي السيتوفيل أو كيوفي. ده بيلطف لك المنطقة جدا وبيخلصك من جفاف المنطقة دي. واوعي تستخدمي أي كريمات فيها كورتيزون أو مضادات للفطريات من غير ما تستشيري دكتورتك وتعملي فحص الأول عشان تعرفي إذا كان عندك فطريات ولا لأ. هو ده يعني طبيعي وبيحصل لي كتير جدا في الفترة دي، لكن في علامات خطر لو انت حسيتي بيها او لقيتيها لازم على طول تروحي للدكتورة. لو الافرازات دي زادت وتحول لونها لاي لون تاني وكان فيها اي ريحة، لو الهرش ده زاد جدا لدرجة ان هو يقلمك ويصحيكي من النوم بالليل، لو الهرش ده حسيتي ان هو بدأ يوصل لاماكن تانية في جسمك، يعني بدأ يبقى في الكفين وبطن الرجل، ده طبعا تروحي للدكتور عشان نطمن على حاجة اسمها الركود الصفراوي للحمل. لازم تعملي وظائف كبد وتشوفي اذا كان في مشكلة في انزيمات الكبد عندك ولا لا. وبرضو اللي سألوني على نعمل ايه في المنطقة دي في الشيفنج، ازالة الشعر